السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، بقالي كتير قوي ما نزلتش فيديوهات. تعالوا النهارده نشوف اسعار الخضار. النهارده الخميس، وزي ما يكون الناس ما بتطبخش الا يوم الخميس. النهارده الكرنبايه ب30 جنيه، وما شاء الله الناس بتاخدها كأنها ب5 جنيه. تقريبا هما ما بيطبخوش بقى الا ايه يوم الخميس. الاسعار النهارده غاليه. تعالوا نشوف مع بعض اسعار الخضار النهارده في السوق. اول حاجه البدنجان اللي هو الاسمر. البدنجان ده ب10 جنيه النهارده. انا جبت كده كيلو ونص. طبعا للقليه، او لو انت هتعملي ببغنوج. طبعا البدنجان حلو قوي في البيت. هنا الفلفل ب16 جنيه. ما شاء الله، كان اصلا وصل ل20 جنيه، بس هو نزل بقى ب16 جنيه. ومعرفش هو برضو بيغلى على ايام العيد الكبير، مش عارفه ليه. ب16 جنيه الفلفل. الطماطم هي ارخص حاجه ب5 جنيه كيلو. هي ب5 جنيه، حلوة قوي لو انت عايزه تطبخي بقى اليومين دولت. سعرها حلو. عندنا هنا البدنجان الحشو. بدنجان الحشو ب15 جنيه، وتقريبا منزلش، يعني هو من اول ما نزل ب15. طبعا برضو الناس بتاخد النهارده، لان هما تقريبا بيعملوا المحشي يوم الخميس بس. عندنا هنا الخيار ب15 جنيه. طبعا انا هنا جبت نص كيلو للسلطه. طبعا مش همنع الخيار، يعني الخيار هتعملي سلطة، هتاكلي، تفطري الصبح جبنة بتحطيها جنب الفطار. عندنا هنا البطاطس شدت شوية. في ناس بتبيعها ب10، وفي ناس بتبيعها كيلو وربع ب10. وفي ناس اللي هم بيعدوا كده من قدام الباب بالعربيات كانوا بيبيعوها اول امبارح 2 ب15. فبرضو ممكن تجيبي كمية منها يعني دلوقتي تبداي تخزنيها، لان الراجل قال لي ان اللي بعد كده هتغلى. البامية ب40 جنيه، ومن اول ما نزلت وهي ب40 جنيه. معرفش الناس بقى مش هتعرف تخزن السنة دي على السعر ده. جبت انا هنا نص كيلو، وهعمل جنبيه شوية ملوخية يمشوا اليوم. الملوخية هنا طبعا رخيصة ب7 جنيه كيلو. هي ارخص حاجة، هي والطماطم. وزي ما قلت لكم بقى الكرنبايه ب30 جنيه، الفاصوليا ب15. ايه تاني؟ الورق العنب ب45. تقريبا بقى الفاكهه هي الموجوده. الفاكهه العنب ب22 جنيه. ايه تاني؟ التفاح ب25. بس يعني الحاجات. والبطيخ بقى، البطيخه ب50 جنيه، ما بتنزلش 50 45. ما بتنزلش عن كده. دي اسعار الخضار النهارده في السوق. ان شاء الله نعمل فيديو جديد على قبل العيد ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين وبألف هنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.